يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام. عودة التوأم إبراهيم وحسام، ده اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح، وقلنا على الفور لازم مستر كامل أبو علي يتفق مع التوأم إبراهيم وحسام، لازم يجيبهم المصري قبل ما حد يخطفهم. احنا ليه سكوتنا المدة دي كلها؟ والحمد لله مستر كامل أبو علي لبى طلب جماهير بورسعيد. مستر كامل بيعشق جمهور بورسعيد ولبي له كل رغباته على الفور. اول ما جمهور بورسعيد نادى بالتوأم ابراهيم وحسام، على طول مستر كامل ابو علي استجاب وحقق لنا مطالبنا، وده هو الكلام السليم. على طول حسام الوقتي بيحلل مباراة كاس العالم، بعد التحليل يجي فورا يمسك النادي المصري يشوف ايه الامور المتدهوره، يشوف اللعيبه نفسيتها ايه. ابراهيم بيعرف يربط الفرقه كلها، وحسام مدرب على اعلى مستوى. احنا ابننا في ايدينا اللي ندور عليه مكان معانا نستفيد بيه، لان حسام وابراهيم بيعشقوا البلد، بيحبوا النادي المصري، عاوزين يقدموا كل ما عندهم للنادي المصري. ما جالهم عروض كتير وما رضوش يوافقوا، وفعلا الحمد لله اللي مستر كامل ابو علي وافق يجيب التوأم ابراهيم وحسام وهيمسكوا المصري. وده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، لازم عودة التوأم، والحمد لله رجعوا تاني، وبإذن الله المصري هيرجع للطريق الصحيح. شكرا.